اول حاجه في الفراخ المشويه، اهم حاجه انك تقطعيها بالطريقه دي عشان تاخدي منها تتبيله حلوه، وكل الصوص اللي هتعمليه يدخل جوه الفراخ ويديكي طعم الشوي بتاع بره بالظبط. هجيب طماطميه وبصلايه وليمونيه، ملح وفلفل اسود وبابريكا وكبابه صيني وتوم بودره وجنزبيل ومستردة وصويا صوص. لو ما عندكيش صويا صوص ومستردة بلاش، بس بيدوا طعم حلو، ومعلقه عسل اسود. هضربهم في الخلاط كويس جدا، وهحط عليهم معلقتين زيت، وهتبقى دي التتبيله الجميله للفراخ المشويه. انا الفراخ المشويه ما بحب اعملها في البيت، بتبلها ليله كامله في التلاجة، لان تديني طعم الصراحه خرافي زي الطعم بتاع بره. بجيب جريل واسخنه كويس جدا وادهنه زيت، واحط الفراخ المشويه عليه بالطريقه اللي انت شايفاها دي. هنزلها، وكل 10 دقايق هبدأ اقلب الفراخ على الوشين لغاية ما تاخد معايا اللون بتاع الشوي زي بتاع بره بالظبط. انا هنا بشويه على الجريل، بيدي طعم تحفة.